وعرضه للبيع وعدم لعبه بطولة كأس الأمم أو كأس العالم للأندية. طيب خلينا ناخد كابتن حسن فريد نائب رئيس اتحاد كرة القدم، يعني ناخد منه تعليق على هذا الخبر. يعني كابتن حسن ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا كابتن اسلام، ازيك كابتن اسلام؟ اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ كله تمام؟ الحمد لله كله بخير. طب الحمد لله يا فندم. يعني اولا يا فندم، يعني استعدادات منتخبنا القومي او استعدادات اتحاد الكوره لمنتخبنا لمباراه منتخبنا القومي امام غانا ان شاء الله يوم 19. النهارده كان اول يوم. نعم. واحده الحمد لله، كل اللاعبين المعسكر ما فيش حد ناقص. تريكا اول واحد كان مضمون علشان ما حدش يرغي كتير يقول هيبطل مش هيبطل. والحقيقه تريكا وانا بتكلم معاه قال لي انها مباراه مهمه واحنا عاوزين. لا بس هقول لحضرتك حاجه يا كابتن حسن، عشان موضوع اللي حضرتك بتقول ان انا اصلا اتكلمت في الموضوع ده امبارح، لان انا عارف وكنت عارف ان هو قبل ما يروح مباراه غانا، وانا عارف من يعني انا معلوماتي صحيحه ان ابو تريكه كان بيفكر 50% و50% ان تكون مباراه النادي الاهلي امام اورلاندو اخر مباراه ليه. طب الحمد لله ان ال 50% الو انا مع حضرتك يا كابتن حسن. كويس ان ال 50% الاخرانيه اتغلبت. يعني ده خبر جديد اللي حضرتك بتقوله يعني. هو موجود في المعسكر واول واحد جه في المعسكر الحقيقه. نعم. ان شاء الله ربنا يكرمهم كلهم. طيب يعني فندم الاستعدادات كويسه والنفسيات كويسه، وبالذات بعد ماتش للزمالك. أيوة. ماتش النادي الاهلي. ايوه المعنويات مرتفعه والخواجه بيشتغل على الناحيه النفسيه، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله. كابتن حسن، انت شايف ان المباراه دي هتحتاج ناحيه نفسيه اكتر كتير جدا من الناحيه الفنيه، صح؟ اكيد كابتن اسلام، حضرتك طبعا لعيب دولي وفاهم الناحيه النفسيه مهمه جدا، والناحيه الذهنيه. نعم. والتركيز الذهني النهارده بقى مهم جدا زي التركيز البدني. نعم. او الناحيه البدنيه، وان شاء الله احنا بنشتغل عليها، والجهاز في اللي عنده القدره، الجهاز الطبي برضه بيقدر يشتغل عليها، وان شاء الله ربنا يكرمنا وان شاء الله هنعمل نتيجه ايجابيه. يا رب يا فندم ان شاء الله. طب كابتن حسن، راي حضرتك او تعليق حضرتك على العقوبات اللي اقرها النادي الاهلي على احمد عبد الظاهر. الدستور بتاع الفيفا بيقول نعم لا للعنصريه اللي هتتمثل في اللون. نعم. او الدين او العقيده او السياسه. تمام. ممنوع انك تتكلم في حاجه زي كده، وممنوع ان يتدخل رياضي في ناحيه اللي انا ذكرتها. نعم. لا لون ولا دين ولا عقيده ولا سياسه في الرياضه. نعم. فاذا كان احد، وحضرتك برضه متابع اوروبا ومتابع يعني كان بيحصل احداث عنصريه كتير، عنصريه اللون يعني خلال الفتره الاخيره. اللعيبه كانت الجماهير كانت بتاخد عقوبه مشدده. نعم. والنادي بياخد عقوبه مشدده، واللعيبه الذي يتعدى على لعيب زميله او منافس بالفاظ فيها عنصريه بيحاسب عليه. نعم. الرياضه رياضه بعيده، واتحاد الكوره امبارح خد قرار في مجلس الاداره بتحويل اللاعب الى الشؤون القانونيه تمهيدا لاتخاذ عقوبه ضده. يعني هيبقى في عقوبه ثانيه ضد احمد عبد الظاهر من اتحاد الكوره، ولا هيكتفوا بعقوبه النادي الاهلي؟ غالبا هيبقى في عقوبه ثانيه. ياه. غالبا هيبقى في عقوبه. اتحاد الكوره هو الاب الشرعي للانديه. نعم. واحنا بنطبق الدستور بتاع الفيفا. تمام. ولا بد ان يكون هناك عقاب رادع. يعني من المتوقع يا فندم، اصل عقوبه يعني وغيره. طبعا. ما انا دي النقطه اللي كنت هتكلم مع حضرتك فيها يا كابتن حسن، عايز حضرتك ايضا تقولها للناس، ان لو كان تم اي لعيب تاني كان بيؤيد خارطه المستقبل وكان عمل كده، هل كان هيتم عقابه زي ما كان بيعاقب او زي ما بيعاقب احمد عبد الظاهر الان؟ اصل انا مش عارف يعني ايه يعني يقل خريطه المستقبل. يعني هيجيب خريطه وينزل بيها ويرفعها؟ لا يا فندم، يعني مثلا هيكتب أؤيد، بلاش خريطه المستقبل. انا مش عايز ادخل الفريق السيسي في الموضوع، ولكن لو واحد حط صوره الفريق السيسي يعني
احنا كابتن اسلام، نعم. بنلعب رياضه وبنلعب كوره بعيد عن اي سياسه، نعم. او اي دين او اي لون. نعم. يعني احنا نطبق الدستور الاتحاد الدولي لكره القدم، وده نعم. اللي احنا بنطبقه ايا كان. ايوه، أياً بس خلاص كان. هو ده، لان في ناس كتيره جدا يا كابتن حسن بتتكلم بتقول ان يعني هل لو احمد عبد الظاهر كان رفع صوره الفريق السيسي مثلا، هل كان هيتم عقوبته بنفس العقوبه؟ فحضرتك كده بتقول لنا كان هيتم نفس العقوبه. ايا كان تدخل عنصري، تدخل ديني، تدخل في السياسه كرياضي، هذا مرفوض تماما. كابتن حسن، بحسك الرياضي بقى وكراجل رياضي خبير في هذا الموضوع، حاسس هنعمل ايه ان شاء الله يوم 19؟ الحقيقه اللي انا شايفه في عينين النهارده وعينين الجهاز، نعم. هناك اصرار، هناك تحدي لانفسهم، نعم. هناك عزيمه كويسه، هناك تركيز كويس قوي ما شفتوش قبل كده، وان شاء الله التركيز اللي اللعيبه فيه والتركيز الذهني اللي موجودين فيه مع البدني مع المهاري والجهاز الطبي عليه دور كبير. الدكتور طارق سليمان، الدكتور حسام الابراشي، نعم. حسنين حمزه، الدكتور بدر، ده ليهم دور كبير في تجهيز اللاعبين، زائد مستر برادلي لان هو استاذ في الناحيه النفسيه والناحيه الذهنيه. وان شاء الله انا عندي احساس وعندي تفاؤل ان احنا هنعمل نتيجه ايجابيه يا رب. يا كابتن حسن، اخر سؤال، حضراتكم في اتحاد الكره بتفكروا ان ممكن تعملوا تنهوا الدوري اللي فات، يعني تعملوا دوره مثلا رباعيه، الدوري اللي تم الغائه، لان انا سمعت فيه اخبار بشان هذا الموضوع. هناك نعم، هناك اقتراح مني انا شخصيا من حضرتك يا فندم، اتفضل. لمجلس الاداره يوم السبت ان شاء الله، ان مجموعه تلعب في الاقصر ومجموعه تلعب في الجونه اللي هو المربع الذهبي، ثم نلعب بطل الدوري وبعد كده بطل السوبر، يعني نستكمل المسابقه عادي خالص. يعني حضرتك تقصد مثلا يبقى الاهلي وامبي والزمالك والاسماعيلي، الاربع فرق دول يلعبوا مع بعض، ويتم اختيار او يتم يعني يلعبوا بالطريقه اللي حضرتك بتقول عليها، وفي الاخر يطلع بطل الدوري يلاعب بطل الكاس، ويبقى كأن المسابقه تم اكمالها. يعني تستكمل المسابقه. نمره واحد، احنا اولا ما عندناش ارتباطات خلاص. نعم. ما عندناش ديو ديت ان احنا لازم ننهي قبل شهر 5 علشان كاس العالم. نعم. وبالتالي عندنا فسحه من الوقت. الكلام ده هينشط اللعيبه، هينشط خزينه الانديه، هينشط خزينه الاتحاد، نقدر نستكمل المسابقه استكمال طبيعي، لا سيما ان احنا هنبدا الدوري العام الجديد على يوم 30 اللي هو تمام. 30 يونيو، فمعنى كده عندنا فسحه من الوقت بعد يوم 19 نقدر نستكمل فيها. هذا اقتراح ممكن يقابل بالقبول وممكن يقبل بالرفض، ولكن الكل عايز المصلحه. احنا طبعا جايين نشتغل كوره، مش جايين نشتغل لجنه مسابقات او لجنه شؤون لاعبين. احنا مهمتنا الكوره، وده هيعمل دخل تقريبا من الراعي ومن الفضائيات من 7 ل 8 مليون. والله فكره رائعه كابتن حسن الحقيقه، بعد ما تلعب ماتش السوبر. طبعا واحد يسالني يقول لي ايه، طب لو طلع الاهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكاس، معنى كده يلعبوا؟ ما يلعبوا مع بعض، ايه المشكله؟ ما طول عمر الاهلي والزمالك بيلعبوا مع بعض. مظبوط، دي حاجه تسعدنا. ريال مدريد وبرشلونه في سنه لعبوا 6 مرات. مظبوط يا فندم. كابتن حسن الحقيقه فكره رائعه، نتمنى ان شاء الله ان يوم السبت هنكلم حضرتك او يوم الاحد هنكلم حضرتك علشان نتاكد ان شاء الله من هل تم رفض هذا الاقتراح ام قبول هذا الاقتراح. كابتن حسن فريد نائب رئيس اتحاد كره القدم، اشكرك يا فندم على وجودك معنا. شكرا جزيلا يا فندم. طيب